اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اهلا متابعين واخوات في الدنيا؟ النهاردة ان شاء الله روتين خفيف كده عند حماتي. اتمنى الفيديوهات بتاعتي تكون خفيفة وبتعجبكم. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسونيش بقى بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. هعمل معاكم النهاردة الغدا عند حماتي، يومي عادي ماشي طبيعي. هحضر معاكم كده الغدا. هو يعتبر غدا، هو كان فطار بس يعتبر غدا لان كنت عاملاه يعني تقريبا الساعة 11، يعني هو منه غدا وفطار. طبعا ولعت كده الطباخة، حطيت الطاسة دي عشان هقلي فيها البطاطس. طبعا انا مبحبش اكتر زيت ولا كده عشان خاطر زي ما انتوا عارفين ان الزيت غالي. حطيت كده البطاطس، قشرت شوية بطاطس كده وحطيتهم، وبعد كده الحلة التانية اللي انتوا شفتوها دي جبت كده بصلاية وقشرت عليها فصين 3 توم وحطيتها كده تقلي عشان اعمل شوية فول. هسيبهم بقى مع نفسهم. طبعا النار كانت عامله عشان خاطر كنت فاتحه الباب لان النور كان قاطع، فكنت فاتحه الباب عشان بس الاضاءه. هنا بقى جبت اناناس كده هشطفه الاول طبعا من بره وبعد كده امسكه اقطعه. طبعا الصينيه دي انا كنت حطاها كده عشان خاطر ارص عليها على طول، فقلت هشيلها الاول وبعد كده برص عليها الاخير. هقطع بقى الاناناس وهعمل جبنه برضو، هطلع جبنه حادقه. انا هعمل شويه فول النهارده، انا كنت عاملاه ومخزناه مخزناه مصوراه، يعني ان شاء الله هبقى انزله لكم. طبعا لا غنى عن الفول في السحور بقى، وساعتها برضو ممكن يكون في يوم مثلا شعب او كده فتحب تحط منه على الفطار. طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطاه فوق اهو، بطلعه من الفريزر بشطفه كده واسيبه يفك، وبعد كده بحطه زي ما هو كده في البتاع اللي انا هوريها لكم دلوقتي، في التخديعه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. طعمه جميل وان شاء الله هتشوفوه. كمان انا بضربه وبحب اديله ضربه كده في الخلاط عشان خاطر يعني يسهل معايا، ما اقعدش لسه اهرس او كده. بديله يا دوبك فرمه صغيره خالص بس هنا خلاص طبعا انا بخرط وبعمل وبجهز ورايا والاكل على النار فريحي بيستوي. يعني ما تفضليش واقفه للبطاطس على ما تحمريها ولا على البصل على ما يتحمر او كده. لا انا بشتغل وبخرط طماطم وبخرط اناناس وبعمل كل حاجه على ما الاكل ما يستوي معايا على النار. انا بقى كنت قطعت طماطم كده صغير وبعد كده حطيت شويه من الخلطه، وهحط برضو شويه كزبره ناشفه وشويه فلفل اسمر وشويه كمون. بس طبعا الخلطه بيبقى فيها ملح، ما بحطش ملح. وهنا بقى هحط لها برضو ندعه ماء صغيره واغطي عليها. انا غطيت عليها دلوقتي وهرجع احط لها ندعه ماء صغيره عشان خاطر تتخدع يعني وتبقى معايا حلوه جاهزه ان احط الفوق. بس هنا خلاص طبعا بدل البطاطس كده تقليبه. حبيت اشارك معاكم يوم النهارده يوم طبيعي زي كل يوم. بخلص الفطار وبخلص اللي ورايا. طبعا الفطار ده انا ما بعملهوش كل يوم، يعني هو يوم في الاسبوع. يعني مش كل يوم بنعمله. وقلت زي ما قلت لكم ده يعتبر فطار وغدا، كنا فطرانين يعني على الظهر كده. هطلع بقى مخلل، وطبعا بخلص بقى اللي ورايا هنا، بغسل مواعيني واخلص كل اللي ورايا في بيت حماتي، وبطلع بقى اشوف ايه اللي في شقتي. لو انا مثلا ما ورايش حاجه ياما او كده في شقتي بخلصها على طول. يعني مثلا لو هم شويه مواعين صغيرين او كده يا دوبك هكنس واطبق الفرشه، فانا بعملهم قبل ما انزل لان بقوم بدري بجهز بناتي وكده عشان يروحوا الحضانه. فانا بخلص يعني اللي ورايا. ساعات برضو ببقى مثلا نازله بدري يوم عجين يوم يعني عندي زحمه في الشغل تحت او كده، فبسيب كل اللي ورايا وانزل على طول. زي يوم سوق طبعا بمشي بنات على طول وامشي وراه، فما بيبقاش عندي وقت ان انا اقف لسه وانضف وكده. طبعا تنظيف فوق بيبقى خفيف شويه يعني لما بيكون طبعا قعدتنا وكل حاجتنا تحت. طبعا غدانا وفطرنا كل حاجتنا بتبقى تحت، يعني بيبقى الشغل عليك خفيف. يعني كوباية شاي مثلا بالليل عملتيها او كده فبقوم غسلها على طول وراي. هنا بقى خلاص صلحت الفول اهو زي ما انتوا شفتوا. ان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة بتاعته عشان اللي يحب يعمله برضو قبل رمضان.
كل سنة وانتوا طيبين. هطلع بقى البطاطس، وادي البطاطس اتحمرت معايا، يعني هتحمر الزيت يا ما زيت شويه هتحمر معاك البطاطا، نوفره في الزيت شويه اهي زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت جايبه بتنجان وكنت جايبه طعميه، وطلعت برضو العيش كده اللي انا خبزاه معاكم. طبعا الفيديو اللي نزل قبل ده كنت خبزه العيش معاكم ومخزناه شايلاه يعني في الفريز. وان شاء الله هعمل برضو رقاق قبل رمضان عشان خاطر السحور وكده، وهشيله برضو في الفريز. بس هنا خلاص بقى جبت طماطم وقطعت طماطمتين كده، قطعتهم كده صغير، قطع صغيرة خالص. وبعد كده جبت حتة من الجبنة الحادقة وشوية زيت، وبهرس كل ده في بعضه، بيبقى طعمها حلو واحنا بنحبوها. لو عندك بقى جبنة بيضة اعملي برضو زي ما عملت كده، واعملي عليها قطع عليها خيارات. بس بقى هقدم بقى في الاطباق وارص على الصينيه ونقعدوا نفطر. طبعا فطرنا وشربنا الشاي وكنا بعد الظهر. طبعا خلصت اللي ورايا كله بقى ونضفت وخلصت كل اللي ورايا. بصراحه كان البيت نضيف مفيهوش حاجه. وعملت دوره كده في الغساله وخدتها نشرتها. وبعد كده طلعت شفت اللي ورايا في شقتي. كنت طالعه يعني على حوالي الساعه 1. وهنا الطعمية برضو هقدمها اهو زي ما انتوا شايفين. وده كلته، والفول انا مطيه عليه خالص على النار كده. خلاص كده الغدا او الفطار معايا خلص. هحط بقى رز كده على الصينيه زي ما انتوا شايفين، وهجيب برضو شويه فول. هجيب يعني طبق فوق كده. وهنا العيش برضو بطلع الكيس كده على طول وبيعمل معايا على طول، وبتاكلي منه بيبقى طعمه حلو. وطبعا طلعت كده شويه فول وحطيت عليه معلقه من السمنه. معلقة السمنة اللي انت بتحطها الاخر دي بتديها، بتخليلك طعمه حلو، وكمان بتديلك لمعة حلوة للفول. زي ما انتوا شايفين طبق الفول. احسن بقى ما تقعدي تهرسي لسه وتتعبي نفسك. فانا بقوم مديله ضربة صغيرة خالص كده في الخلاط، وبيبقى معايا بالطريقة اللي انت شايفاها دي. ودي الطعمية، وده كان غدانا النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبك. لو عجبك الفيديو يا ريت بقى ما تنسنيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. هعمل بقى شوية شاي كده بالنعناع. طبعا انا خلصت شقتي تنظيف، وخلصت غسلت يعني بطاطين وكل حاجتي وسجادي، وغسلت السجاد ونشفته وكل حاجه ولميته كمان. يا دوبك انا لميت السجاد ولقيت الجو مغير وبتشتي. فحمدت ربنا يعني ان انا كنت لميت وخلصت كل حاجتي ولميت حاجتي ودخلتها شقتي. يعني شقتي نظيفه جاهزه لدخول رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى مستنية ايه؟ حط له اللايك مش هيخسرك حاجة، فضلا وليس امرا. بس كده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.